للفجر 9 أسرار، فما هما؟ أولاً، نور يضيء ظلمة الآخرة. تخيل نفسك تسير في ظلام يوم القيامة، وفجأة ينبعث نور ساطع من حولك. هذا النور هو ثمرة صبرك على قيام الليل وصلاة الفجر، فجزاء من صلى الفجر بنور يجدونه يوم القيامة. ثانياً، حفظ الله ورعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظه وحمايته. ثالثاً، شهادة الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رابعاً، قرآن الفجر المشهود. قال الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهوداً. صلاة الفجر تتيح لك قراءة قرآن الفجر المشهود الذي يشهد له ملائكة الليل والنهار.